بعد موت سمر سمعت سعاد صوت أمها بتنده عليها، فجرت سعاد واستخبت، ودخلت أمها وشافت بنتها وقعدت تصوت. ومشيت سعاد بالعربية بسرعة، فقابلت الضابط خالد وعدنان وهما في طريقهم من النادي بعد ما تم إبلاغهم بأن سمر ماتت. فقالها خالد: انت عرفتي بالخبر؟ فقالت: أيوة، اتصلوا عليا وأنا رايحة النادي دلوقتي. وخرجوا سمر من المية، وجاء مدير سعاد علشان يعاين الجثة، وقال لسعاد: أنا المسؤول هنا، انتي امشي. كان بيشك فيها وإن في حاجة غلط بتحصل. ومشيت سعاد، وهي ماشية جت مشاعل بتبكي على سمر وكانت بتمثل. وطلب خالد من عدنان إنه يروح يشوف خزانة سمر اللي بتشيل فيها شنطتها، ولما راح لقى القفل مكسور، فبلغ خالد بسرعة وقال: محدش يخرج من النادي أبدا، كله هيتفتش. وخرجوا جثة سمر، وبدأت مرام ومديرها في تشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة، واكتشفوا إنها اتسممت بمادة خطيرة. وبدأ خالد يدور على مشاعل، وراحوا بيتها لكنها مش موجودة. فراح عند جاسر وقال له: فين مشاعل؟ سمر اتقتلت وبندور على مشاعل مش موجودة خالص. فقال جاسر: أنا معرفش عنها حاجة، أنا من الصبح بجهز علشان هسافر الليلة. فقال أبوه: جاسر ما يعرفش حاجة. فقال له خالد: لازم يتكلم لأن الدور عليه، هو وأصحابه عاملين شيء كبير وهو بس اللي باقي فيهم. لكن أبوه قال له: امشي برا البيت، انت عايز تودي ابني في داهية. وخرجوا كل اللي كان في النادي بالليل. وبيتصل خالد بسعاد ويقول لها: للأسف بندور على مشاعل من الصبح ومش موجودة، وجاسر هيسافر الليلة. فقالت له: ازاي يسافر في الظروف دي؟ فقال: كده أحسن علشان ما يحصلوش اللي حصل لأصدقائه، انت لو عرفتي حاجة ابي كلميني. وكانت هي في نفس الوقت ماسكة السكينة على مشاعل وربطها في النادي عند حمام السباحة. وبنرجع للزمن لورا وبنلاقي ليلى داخلة بيتها وكانت متبهدلة وشعرها منكوش وبتعيط، وبصت على جدها وطلعت أوضتها بتبكي، واتصلت على سمر ومحدش رد عليها. وبنرجع ونشوف مشاعر في بيت سمر بتفتش في شنطتها وبدلت البخاخ بتاعها، وكانت سمر بتعمل ليها الشاي قبل ما تروح النادي. وراحت سمر النادي واخدت الدواء ونزلت المية، وفجأة حست انها مش قادرة تتنفس وبتغرق، وحاولت تطلع لفوق لكن كانت ماتت خلاص، ونزلت في المية. المادة السامة كانت موجودة في البخاخ اللي بدلته مشاعر. في الوقت ده راحت مشاعر كسرت القفل واخدت الموبايل والبخاخ. وبعد ما سعاد مشيت جت مشاعر تمثل وتبكي على سمر، فبصت عليها سعاد وراحت الخزنة بتاعت سمر وشافتها مكسورة، فعرفت ان مشاعر هي اللي عملت كده. واستخبت ليها في أوضة في النادي وخدتها لجوه بعد ما بنجتها خالص، وحطتها في دولاب وقفلت عليها بالمفتاح لغاية ما كل اللي في النادي يمشوا. وربطتها وطلعتها على حمام السباحة وقالت لها: هشيل اللزق من عليكي وتحكي ليا كل اللي حصل، عملته كده ليه في ليلى؟ فقالت مشاعر: بنتك كانت شيطان، ما كانتش ملاك زي ما انت متخيلة،
كان لازم ننتقم منها. ليلى كانت بتلعب على ناصر وجاسر، كانت لئيمة وكدابة، وجاسر وناصر بدأوا يكرهوا بعض بسببها، وجاسر بدأ يكرهني وناصر بدأ يكره سمر. فبدأنا خطة أنا وسمر وقلنا هنخليها صاحبتنا لغاية ما تثق فينا، لازم تكون قدام عينينا 24 ساعة علشان لا ناصر ولا جاسر يعرفوا يتكلموا معاها أبدا، ومفيش حاجة تحصل من ورانا. وأقنعناها إنها تكذب عليكي وتقولك إنها هتذاكر معانا، لكن كلنا رحنا الشاليه علشان عيد ميلادي. ولما رحنا هناك لقينا ناصر وجاسر، فلما شافتهم ليلى قالت انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ فقالوا احنا هنا في الشاليه اللي جنبكم، لو ناقصكم شيء ابقوا قولوا لنا. واستغربت انا وسمر من وجودهم، وعملنا عيد الميلاد وبدأنا نشغل اغاني ونرقص، وحطيت لليلى حبوب مهلوسة في العصير علشان اصورها وهي بترقص وافضحها في النادي. فتعبت ليلى جامد مننا، وطلبنا من جاسر انه يجيب دواء من الصيدلية، وسمر ادتها منه. وخرجنا للبنات علشان محدش ياخد باله، وسبناها ترتاح. لكن لما رحت اطمن عليها لقيت جاسر في الأوضة، فانصدمت وصورته، ولما شافني طلع بسرعة، وقلت له انا هفضحك قدام كل الناس. فقال لها ما تفهمنيش غلط، اسمعيني بس. وطلعنا بره، وقالت سمر انت ازاي تدخل الأوضة؟ فقال انا ما عملتش حاجة، انا كنت بشوفها عايشة ولا ميتة. ولكن سمر اخدت الفيديو من تليفوني من غير ما اعرف، وانا هددت جاسر بالفيديو، قلت له مش همسحه غير لما نتجوز، تنفذ كل شروطي وانا همسحه. وسألت سمر عن ناصر وكان طالع من الشاليه، ومشينا كلنا وسيبنا ليلى بس لوحدها. وبنرجع لورا وبنلاقي ليلى فقت لوحدها، وبدأت تفتكر ايه اللي حصل ليها، وحست بحاجة غلط، وقعدت تبكي وتدور على سمر ومشاعر في الشاليه. وده يعلمنا ان مفيش بنت تثق في اصدقائها خالص زي ليلى علشان دمروا حياتها كلها. ونرجع لسعاد اللي بتشوف الفيديو اللي صورته مشاعر لجاسر، وقالت يا ولاد الحرام. وفجأة دخل عليهم ابو جاسر، وقالت سعاد بالظبط زي ما توقعت، كنت متأكدة ان مشاعر مش لوحدها اللي قتلت سمر. يا دكتور انت اللي اديت المادة السامة علشان تحطها مشاعر لسمر في البخاخة، انت عايز تنقذ ابنك اللي كان السبب في موت بنتي، واللي راحت لك وحكت لك على اللي حصل وورت لك الفيديو اللي اخدته من ناصر اللي اخده من سمر. فقال لها ابو جاسر انا حاولت انقذ بنتك وقلت لجاسر لازم يتجوزها، لكن جاسر حلف لي انه ما عملش حاجه، وقال لي مشاعر هتفضحنا كلنا بالفيديو اللي معاها. واقنعت ليلى انها تجهد الطفل لانه عدى على الحادث 3 شهور، وبعدين تتجوز جاسر. وبعد العمليه وصلتها البيت وقلت لها من يوم انسيني وانسي جاسر. فقالت ليلى والله لا بلغ عليكم. فقال لها مش هتفضحي غير نفسك، انا حاولت لكن الظروف اقوى مني ومن جاسر. راحت ليلى لمكتبة واشترت بلالين وغاز الهيليوم، وطلعت مبنى تحت الإنشاء وانتحرت. فقالت سعاد كل ده حصل لبنتي وأنا معرفش. فقال مشاعر هي السبب، كانت بتهددنا، كان غصب عننا. فراحت سعاد ربطت مشاعر باللزق على بقها وقالت له انت جاي ونيتك الشر ولابس جوانتي، انت جاي تخلص على مشاعر عشان ابنك يسافر براحته، بس انا معايا الفيديو وممكن انشره على النت، لو مش عايز ده يحصل يبقى مشاعر تلحق سمر، والشرطة هتيجي دلوقتي، لو لقت مشاعر عايشة هتقول على الفيديو، فلازم تلحق مستقبل ابنك. فاتصل بجاسر وقال له سافر واوعى ترجع هنا تاني مهما حصل. ومسك مشاعر وكانت بتبكي ورماها في المية.
وجت الشرطة وخالد ولقى أخوه واقف عند حمام السباحة ومشاعر غرقانة، وقال له أنا بعترف، أنا اللي قتلتهم كلهم. في نفس الوقت جاسر بيحاول يتصل بأبوه فما ردش عليه، وركب العربية وبص في المراية، فبنلاقي ناصر لسه عايش وبيخنق جاسر. ازاي ناصر عايش؟ ومين اللي اتدفن مكانه؟ انتظروني فيديو قادم ان شاء الله.